السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده بقى هنعمل عظمة كده وحاجة جميلة بتتاكل في الشتاء جنب كوباية شاي، بتحسسنا كده بالدفى والحب. من اجمل الكيكات اللي محببة لقلبي هي كيكة الذرة. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. ودي مكونات وصفتنا النهارده، عبارة عن 3 بيضات، كوبايتين من دقيق الذرة، كوباية من الدقيق الأبيض، كوباية من السكر، كوباية من اللبن، كوباية إلا ربع زيت على سمن. أنا بحب أحط زيت على سمن، عايزة تحطي زيت حطي، عايزة تحطي سمنة بس حطي. أنا بعمل خليط بين الاتنين بيدي طعم جميل جدا. جبنا الخلاط المتواضع بتاعنا وهنبدأ نحط المواد السائلة. أول حاجة هنحط البيض، برضو بالنسبة للبيض حبيت تخليهم 4 بيضات حطيهم، عايزة تخلي 3، أنا عملت 3 لأن البيض عندي كبير فاكتفيت ب3 بيضات بس. هضيف عليهم ربع معلقة فانيليا، وكوباية السكر. برضو زي ما قلتلك حبيتي تزودي سكر زودي، بس أنا بكتفي بكوباية. وادي السمنة على الزيت، وهنبدأ بقى نضربهم في الخلاط مع بعضهم كده. الخليط بتاعنا تجانس مع بعضه وادانا القوام اللي انتوا شايفينه دوت، والسكر داب مع السمن ومع البيض. هنبدأ نضيف لهم كوباية اللبن. كوباية اللبن طبعا دافية يا جماعة، مش سخنة، لا دافية، وهنخلطهم كويس جدا مع بعضهم كده. الخليط السائل معايا جاهز. هنجيب البولة بتاعتنا ونحط المكونات الجافة، عبارة عن الدقيق ومعاهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنبدأ نقلب بقى المكونات كلها مع بعضيها. ورشة ملح، وهنبدأ بقى نقلب المكونات كلها مع بعضها. قلبناهم مع بعض جامد لحد ما اختلطوا كلهم واتجانسوا مع بعضيهم. نسيت بقى هنا احط قشر البرتقال، انا بحب الكيكه دايما بقشر برتقال، فطبعا ده انا بفرزه من السنه للسنه عندي في الديب فريزر. لما اجي اعمل كيكه الذره بطلع منهم قطعتين 3 حسب ما احب، وبروح حطها مع المكونات بتاعتي. والله بتبقى تحفه وجميله جميله جميله. طبعا طول الصيف مفيش برتقال، فانا بحب اخزنه عندي في الديب فريزر. وادي الخليط السائل نزلنا بيه على المواد الجافة، وهنقلب على طول كده لحد ما المواد كلها تتجانس مع بعضها ويدينا خليط سائل زي ما انتوا شايفين كده، لا هو تقيل ولا هو خفيف، زي ما انتوا شايفين كده. ده القوام المظبوط. طلع علينا الكيكه بتاعتنا حلوه وهشه وما فيهاش اي مشاكل. هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا. على فكرة أنا بحب أعمل الكيكات والحاجات دي في الصواني الألمونيا، بحس إنها بتبقى أحسن كتير. هنبدأ بقى نصب الخليط بتاعنا بس كده. الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة. هنجيب خلة ونبدأ نحرك العجين كده يخرج اي هواء او اي حاجة في العجين. بس هنسوي بقى الوش بتاعها، وطبعا على فرن سخن. هنبدأ نحطها على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة كده. بقى بعد ما طلعت من الفرن شوفوا بقى العظمة اللي احنا عملناها. ايه رأيكم بقى في العظمة اللي احنا عملناها ديت؟ حاجة بسم الله ما شاء الله. الريحة
والله قلبة البيت كله ريحة وتحسي كده في خير في البيت، وتحسي ان يعني انت بتعملي حاجة لولادك بحب، وولادك فرحانين بيها وحاجة بيحبوها. في نفس الوقت انت بتوفري الحاجات دي، بقى سعرها عالي جدا على فكرة بره، وبقت غالية جدا. واحنا كلنا شاطرين ونقدر نعمل كل الحاجات دي في البيت، ونوفر على نفسنا الأسعار الخرافية اللي احنا بنسمع عنها. وادي الكيكة طالعة معاكي هشة وخفيفة، وزي ما انتوا شايفين. لو عجبتكم بقى قومي يا شاطرة انت وهي واعمليها، وفرحي جوزك وولادك بيها. وانتظروني في فيديو تاني جديد. سلام.